إنه يا رب اجعلني غني تقي خفي. غني مو بالمال، غني ما أحتاج أحد، بس الغني. طيب تقي، أمشي في حياتي بما يرضي ربي، أرى في كل شيء، وخفي ما حد يعرفني، ما في حد بينك وبين الله. وهذا قد يكون والله أعلم طبعا أكثر منزلة عند الله رقم واحد من الإنسان المعروف المشهور اللي عنده ملايين، بالإنجليزي الإنفلونسر، شو يسمون مؤثر. يا صباح الورد والفل والياسمين، الله يصبحكم بأنوار النبي. وبدنا نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بديت الفيديو هيك بالقهوة. اشتريت هدول البنات وأخذت كمان هاي الماكينة امبارح، واليوم حبيت هيك أصوركم القهوة فيها. شوفوا البن بغرف القلب بشهي، ريحته يا سلام. سبحان الله، هيك جو الماكينة بيعطيكي طاقة هيك إيجابية من الصبح. بتعطيكي هيك تفاؤل، تفيقي هيك من الصبح تعملي لك هيك فنجان قهوة. بس هي القهوة اللي بدي أعملها قهوة لاتيه، وبتعمل هاي الماكينة كمان اسبريسو، وبتعمل بتسخنلك مي وبتسخن هيك الحليب مثل ما شايفين. بتعطيه هيك، بتخليه يغلي، يعطي هيك رغوة. بدي أعمل هلأ اليوم قهوة لاتيه مشتهية عليها، باعتبار إني المكنة جديدة ولسه يعني ما كل يوم متعودة كنت أشرب هيك قهوة لاتيه بالبيت. فاليوم هيك أول كاسة قهوة إلي هي قهوة لاتيه. عزمت جارتي عليها وقلت لها تعي نشرب قهوة تازاي من ماكينتي الجديدة. شوفوا الشكل بشهي. عملت كاسة، وهلا هيك كاسة التانية لجارتي بدنا نشربها هيك مع بعض نقعد وهيك نمزمز، نصبح هيك على بعض شوي، نروق ونقوم على شغلنا. هلا لعشاق القهوة، يلي بيحب القهوة، مين بيحب القهوة من مكنة؟ هاي ورودتي كمان، اسمه ورودة. اجا هيك حبيت هيك اطعميه حبات حلو من الصبح، خليه هيك يفرح على حاله وبعدين اقوم على شغلي. مين بيحب القهوة الاسبريسو واللاتيه يكتب لي بالتعليقات، بدي اشوف عدد اللي عشاق القهوة يلي موجودين بقناتي. هذا ورودة ولد عندي، والام بصراحة اعطيتها لصديقتي لاني عم تحبل وبتولد كتير عندي في بيتي، وبيتي صار صغير، صار كتير عندي يعني هيك عجقة. فالام اعطيتها لصديقتي، والولد احتفظت فيه وعفته عندي. بس كتير فهيم وبنحب ولذيذ لذيذ لذيذ غير شكل عن جد. هلا في منهم ما بيحبوا القطط وفي منهم بيحبوا القطط، بس عن جد اللي بحوي القطط غير شكل. شوفوا هون كمان يا جماعة، ما عم بنحظ من السخان، ما عم بنحظ. كل ما بركب سخان يومين ثلاثة بفجر، كل ما بركب سخان بفجر. وهلأ أنا سبحان الله، الله بيحبني يا جماعة. في الصبح قمت هيك دخلت على المطبخ بضبضبه شوي، ولما أحس عملت تك الكهرباء وانطفت. جيت طلعت ألاقي صوت مي قوية، وأنا ما بشغل ضوء المطبخ الصبح، بحب أشتغل على العتمة، يعني مو عتمة كتير، هو في ضوء البلكونة يعني عندي من الشباك، ما بحب إني أحط إضاءة كتير. ما طلعت، ركضت صرخت لجوزي قلت له إبراهيم قوم في مي كتير، هيك صوت مي يعني. إجا طلع ولا قام قال لي لك هذا انفجر السخان. قلت له حسبنا الله ونعم الوكيل. شو عم بصير معنا؟ كل مرة بحط السخان صار بهاد ربع سخان هيك عم بضرب عندي، عم بفجر. ما بعرف والله شو بدي أعمل، ما بعرف. شوفوا يعني بقول لي زوجي اني المجلة هي الخلاط بقول لي مأخذين، والسخان لازم تركبي عليه 3 مآخذ للخلاط لحتى اني ما يصير ضغط عليه.
فهلا قرر انه يركب لي خلاط تاني، قال لي رح بترك لك هذا الخلاط بتتركيه بس للمية الباردة، ورح بركب لك خلاط تاني للمية السخنة. بقى ان شاء الله يا رب هيك يمشي الحال وتصلح عندي. المهم وهون قررنا انا وجارتي قاعدين انا وياها شربنا القهوة وقاعدين مع بعض، عم تقلي والله محتارة ايش بدي اطبخ. قلت لها والله وانا هيك قومي عملي هالمخللات اللفت الطيبات، قومي نعمل انا وانتي صحن مجدرة ونتغدى سوا. وقمنا انا وياها وعم نشتغل في المطبخ. احسروا ايش عم نساوي هلا. قولينا الرشاش عم نعمل ايش اسمها هي الاكله؟ مسقعات نجوم. هي اكله حلبيه، نحن بنقول لها زرقه الحصرم. الحصرم اللي هو مية الحصرم اللي قبل ما يصير عنب، ما بعرف اذا بتعرفوه ولا لا. قبل ما يصير عنب بكون هيك حصرم حامض كتير، بناخده بنعصره بناخد ميته وبنعمله هيك اكلات بالشتاء. هلا هي بدنا نعمل نحن اسمها زرقه الحصرم واسمها الثاني ايش قلتي؟ مسقعات نجوم. مسقعات أو نجوم نجومية او نجوميه، مع انه نفس نحن انا وياها نفس المحافظه، بس سبحان الله في اسماء. فهلا بتحبي تعمليها بالبندوره، بتحبي تعمليها بالخيار، انا مو متوفر الخيار عندي، رح نعملها بالبندوره. نحن بنعملها بلا شيء طابة. شلون بتعملوها بلا شيء؟ بس مية حصرم وثوم ايه ونعناع. والله والله لا طيبه بقلب البندوره طيبة. كمان. في بحطوا لها ايه بس أطيب. نحن يعني بنحب هيك بس مشان عوض السلطه يا عزراد، واحد ما يعمل سلطه بيعمل هي زرقه الحصرم. كله طيب والله. كله طيب ايه والله. هاي اليوم انسان مجدرة انا وجارتي، هي محتارة ايش تطبخ وانا محتارة، قلت لها قومي نعمل مجدرة ونعملها سوا وناكلها. هلا غدا، وهلا كسبت الفرصة جوزي مو هون، نحن اخذين راحتنا بالبيت وجوزي هون. وجوزها مو هون، اخذين راحتنا بالبيت. عن جد سبحان الله، الله بعت لي هالجارة هي اخت لإلي بهالغربة، هي بنتسلى كتير مع بعض وبنغير جو وهيك سبحان الله بنشرب قهوة مع بعض بنستاكب. شفتوا بالفيديوهات القديمة أفرجيكم شلون عم بسكبلها وبتسكبلي وهيك يعني غير شكل. شوفوا هون البصل فرمته جناح وحطيت له طحين. وقت بتحطي له طحين بتجي بس وقت اللي بدك تقليه بتحمي الزيت وبتنخليه طبعا من الطحين وبتقليه وبطلع كتير طيب عبرمش تقرمش. شوفوا هاي مية الحصرم صفيتها هيك، هذا بنقول له حتمل نحن. صفيته واخذت المي. مين بيعرف هاي الاكله زرقة الحصرم يكتب لي بالتعليقات. ما بعرف. هلا نحن اهل حلب كتير مشهورين فيها، باقي المحافظات ما بعرف اذا بتعرفوها او لا. احلى مجدرة مع جارتي رشا، عن جد المجدرة ما طيبة غير مع الكتري. لك واحد انا لحالي وهي لحالها، والله في شغلات بتخطرنا بس مو لحالنا ما بنساويها، بس هلا هيك واحد بتشجع بقوم هيك بعملها. هلا احسن اطيب صحن هيك مجدرة هيك بجي على السريع، شد واحد بلاقيها طيبة. والله كنا محتارين ايش نعمل اكل انا وجارتي، هي محتارة وانا محتارة. بيحة عملت معكرونة. ايش حطيتي لها جبنة؟ ما جبنة إلها جبنة. لا بس إلها على وشها ايه جبنة. جبنة على وشها جبنة ايه. بس لقوا وبقول لي توم زيت أيوة. الزيتون وزبدة. ايوه ودبس بندورة وكريمة طبخ. وفي اطفي هذا الشفاط. ما بأثر. ايوه هاي ولادي كتير بحبوها يعني ما بملوا منها. لاني الاولاد رح الهم لا خاصة المكرونات. هلا بساوي انواع تانية بس ما بحبوها الاولاد، ما بعرف ليه. بحا جست بجوزي قلت له دوق منها لقمه، قال اعوذ بالله. جوزك؟ ما بياكل معكرونه ششبرك. هيك شيء. المغربيه امس عملناها كمان ما بياكل. هلا يعني انا هاي ما كتير كمان بحبها، باكلها بس ما غلط بتشبع. بس ما بحس حالي شبعت فيها. صح. مو بس هيك يعني الولاد، بس ولادي كتير بحبوها على طول بطلبوها يعني. الاولاد روح قلبهم المعكرونه والبيتزا هدول قصص. ايوه انا لا.
انا اذا ما اكلت من جد اكل حلبي ما بحتاج. والله انا اكلت منها امبارح كم لقمه وخلاص، يعني مشيت حالي. واحد بحتاج بده يعمل عملة، كنت كبه وسفرجليه خلصت. طيب والله الطبخه ورا الطبخه شي بحير. انا هيك كم لقمه يعني سكبت صحن هيك صغير، بعدين انا بس اطبخ هيك تعلق براسي ريحه الطبخه خلص انسي. بصير معك مو يعني يا باكل لقمتين ثلاثه. هذا النقاش بيني وبين جارتي ما بصير بلا ندخل على المطبخ، نقر قر 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 قر، نحتار ايش نقر وايش نحكي من السله. بالنسبه للمجدرة اليوم قررنا نعمل برغل. في ناس تعملها برغل، في ناس تعملها برز. اليوم هي قررت بدي اعملها برغل. والله التنتين انا بحبهم، هيك الله يديم النعم علينا يا رب. هيا عم بفرجيكم طبختي كامله بالتفاصيل لحتى هيك تعيشوا معي اللحظات. هلا في وحده كتبت لي بالتعليقات عم بتقلي اني انت نزلتي على سوريا وكيف العيشه بسوريا. منين نزلت؟ يا ريت يا ريت هيك ادعوا لي الله ييسر علي ان شاء الله، هيك انزل على سوريا ونعيش مثل قبل. بس بقى مفكره انزل بس مو هلا، يعني سنه سنتين تانية يكون تحسن شوي الوضع ان شاء الله وتعالى بدي ارجع على بلدي. والله العظيم واحد من بعد بلده يعني ما يبقى لا أوروبا ولا بلاد الدنيا كلها ما يلعينا من بعد سوريا عن جد. سبحان الله، يعني واحد بلده ربي فيه أهله خلقه هيك حنية حنية. هيك رب العالمين الله يهيئ لنا ونرجع على بلادنا سالمين غانمين يا رب. ما يضل حدا هيك بهالغربة هاي عبعاني. وادعونا هيك الله ييسر اموري ان شاء الله وارجع لسوريا. شوفوا هي جارتي شد حطيت نعناع، قال هي بتحب نعناع كتير. انا بحب لا نعناع يكون مو كتير لو قليل عادي بالوسط، يعني حطيت كتير نعناع. سبحان الله. هون عم بقول لجارتي عم بقول اني انا بعمل الاكل دائما عن النظر، يعني ما بكيل. يعني إلنا عمر سبحان الله بالمطبخ، فصار بس عن النظر يعني من دون ما اكل. عم بتقلي لا انا ما بعمل شغله الا ما بكيل فيها. هون عم نتناقش اني انا بكيل وهي ما بتكيل، واني عن نظر وما نظر. والله بعمل الاكل على اصوله من دون ما اعير الملح، من دون ما ادوقها حتى. يعني سبحان الله بنات وقت تكون عم بطبخ ما بشتهي ادوق الطبخه ابدا، مع انه ريحتها بتغرف القلب، بس ما بشتهي ادوقها. لوقت ما تخلص بجي بسالهم للاولاد ولزوجي بقول لي تمام، يعني اني ما ناقصها شيء ابدا ابدا. الحمد لله بتكون ملحه على اصوله والطبخه كلها على اصوله يعني الحمد لله رب العالمين بتنجح معي يعني. وهلا هون عم نكويلها للمجدرة وهذا البصل، وانا بصراحة ما بخلطها مع البصل مشان في منهم الاولاد، يعني اولادي ما بياكلوا البصل بقلب الاكل، فبحطها على الوش. اللي بيحب بياكل واللي بيحب ما بياكل. وهي اليوم كانت طبختنا انا وجارتي. لازم اكتب العنوان طبختي اليوم انا وجارتي او يومياتي مع جارتي. ما بعرف انتوا كتبوا لي بالتعليقات ايش بتحبوا انزلكم انا وجارتي، نشاطات يوميات قصص حكايه. كتبوا لي بالتعليقات الله يسعدكم يا رب. وصبايا برجع بذكركم انا عندي انستغرام وحيطه بالبايو عندي بالصفحه من فوق، يلي بيحب يفوت يتابعني على انستغرام. كمان بنزل فيها مقاطع وبنزل فيها شغلات ستوريات كتير حلوه، يلي بيحب يتابعنا. وهي طبختي لليوم، ولا تنسونا من التعليقات ومن لايكاتكم الحلوة. الله يرزقكم على تعليقاتكم ولايكاتكم، ولا تنسونا من دعواتكم الحلوة كمان، وتعملونا لايك واشتراك وتفعلونا زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد. والسلام عليكم. هاتان الحالتان سيعطيه الله، واحدة من ثلاث. هذا مفهوم مهم جدا للجميع، لأن الكثير من الناس يقولون دعوت لكن لم يحدث شيء. إما أن الله سيعطيك ما طلبت، وكل واحد منا قد مر بهذا. دعوت الله فأعطاك، أو أنه لن يعطيك إياه الآن، سيعطيك إياه يوم القيامة، وستكون في غاية السعادة. سأكون في غاية السعادة، لأن عندما يعطيني هنا يختلف كثيرا عن عندما يعطيني هناك، واحتياجي هنا